مرحبا بكم مشاهدينا في فيديو جديد على قناتكم أخبار اليوم. فرنسا تعتقل كشيحة بتهمة التحريض على العنف تواصلا للحملة الممنهجة التي أطلقتها ضد المؤثرين الجزائريين على أراضيها. اعتقلت السلطات الفرنسية الناشط على منصات التواصل الاجتماعي ويحظى بمتابعة واسعة على منصة تيك توك رفيق مزيان الملقب بكشيحة. ووفق ما أعلن وزير الداخلية الفرنسي بيرنو ريتايو عبر حسابه الرسمي على منصة إكس، فقد تم اعتقال كشيحة صبيحة اليوم الأربعاء بتهمة التحريض على ارتكاب أعمال عنف في الأراضي الفرنسية عبر منصة تيك توك. من جهته ندد مكتب المدعي العام في باريس بإعلان ريتايو اعتقال رفيق مزيان، مؤكدا أنه تسريب سابق لأوانه، حيث أوضح أنه في هذه المرحلة لن يتخذ أي إجراء ضد المؤثر، وأن الشخص الذي لا يحاكم يعد بريئا. وأكد ذات المكتب وفق صحيفة لباريزيان أنه تم إطلاق سراح كشيحة لكون حالته الصحية غير متوافقة مع إجراء الاحتجاز في انتظار استدعائه لاحقا.